هنعمل مع بعض الفخدة الضاني. الفخدة الضاني احنا بنعملها ضمن سلسلة وصفات العيد الكبير، لازم تتابعوها معانا على التشانل بتاعتنا. يلا بينا. هنقطع الخضار اللي هنستخدمه مع الوصفة. نبدأ بالبصل نقطعه جوليان وبعدين نفصصه، وبعدين نجيب الفلفل الأخضر الحامي، وبعدين الثوم نقطعه زي ما انتوا شايفين شرايح كده صغيرة، وبعدين فلفل أحمر كمان، وبعدين الجزر. وهنشوف بعد كده هنحطهم امتى. هنجيب بقى الفخدة علشان نتبلها. هنبدأ نحط الخضروات دي واحدة واحدة، بس مش كل الخضروات. وبعدين ده كمون حب، وبعدين بواقي التوابل اللي هنكتبها لكم بالتفصيل وبالكميات في الديسكريبشن، وبعدين عيدان القرفة مهمة جدا، وبعدين ورق اللورة، وكمان بقى هنضيف زيت الزيتون، ونبدأ نوزع كل التوابل دي كويس جدا على جميع أنحاء الفخدة. احنا سبناها في التلاجة تتبل ساعتين، وبعدين رحنا نصدمها في طاسة حديد الزهر، وحطينا كل الحاجات اللي تبلناها بيها، رجعنا حطيناها تاني معاها في الطاسة، وبنبدأ نحركها في الطاسة على جميع الاتجاهات علشان كلها تاخد لون حلو وتتشبع بالطعم اللي احنا عاملينه والتتبيلة اللي احنا عاملينها. دلوقتي بقى هنضيف خل العنب، وبعدين هنضيف البصل والجزر بتوعنا، وبعدين هنضيف شوية شوربة. دي كده شكل الطاسة واحنا حاطين فيها الحاجة. وبعدين هناخد الطاسة بتاعتنا زي ما هي من غير ما نغطيها على الفرن، وهنسيبها في الفرن ساعتين من غير ما نغطيها علشان تتشرب الصوص بتاعها وتاخد الطعم وتبقى جميلة. استوت معانا الفخدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين طلع لونها احمر وجميل. احنا عملنا لها جريفي صوص نحطه عليها، لو مش عايزين الجريفي صوص مفيش مشكلة، هي كده كده طلعت معانا طرية وطعمها جميل جدا. كل سنة وانتوا طيبين، ويلا ناكل من جوه الحلقة.